مساء الخير. مساء الخير عليكم. انا مستنيه ان انتوا بس تتجمعوا، مستنيه ان انا اتكلم معاكم. آه، يعني مستنيه مساء الفل عليكم. شكرا، شكرا ربنا يخليكم، شكرا ربنا يخليكم. متشكره على كتر القلوب دي كلها. انا متشكره جدا جدا جدا. بس مستنيه ان انتوا تتجمعوا بس عشان خاطر اتكلم النهارده في موضوع يعني موضوع يعني مهم في المنطقه اللي انا ساكنه فيها. ف يعني مستنيه ان انتوا برضك تدوني ارائكم، وان انتوا تشتركوا معايا، وان انتوا تدوني تعليقاتكم. آه، مستنيه برضك يعني اسمع انتوا هتقولوا ايه. مساء الفل عليكم، احلى مسا. اتمنى بس ان انتوا تظهروا كده معايا. اتمنى ان انتوا تردوا عليا وتعلقوا على الكلام اللي انا هقوله. يعني اتمنى ان انتوا يعني تظهروا وتعلقوا معايا على الكلام اللي انا بس هقوله من فضلكم. متشكرة جدا والله. ما عايزة اتكلم قبل ما الناس كلها تظهر معايا. انا عايزة الناس تبقى كتير كده، والناس تظهر كده، والناس تشجعني. الناس تقول لي انا بتكلم صح ولا غلط. يعني انا يعني بفرح قوي لما انتوا بتعلقوا على اي حاجة انا بتكلم فيها. اولا قبل اي حاجة برضك هقول لكم انا عاملة قناة على اليوتيوب اسمها هبة علي صوت الغلابة. هبة علي صوت الغلابة. يا ريت تخشوا تعملوا لي مشاركة، يا ريت تخشوا تعملوا لي مشاركة على اليوتيوب او على جوجل. تكتبوا هبة علي، هبة علي صوت الغلابة، وتعملوا لي مشاركة وتقفوا جنبي. انا عندي 5000 صديق. يا ريت ال 5000 صديق اللي على الصفحة بتاعتي وكل اللي بيشوفني دلوقتي يخش يعمل لي مشاركة. تاني حاجة أنا عايزة أتكلم في موضوع في المنطقة السكنية اللي أنا ساكنة فيها. المنطقة دي مش محطوطة على الخريطة خالص في مصر، يعني ولا فيها مستشفيات، ولا فيها أي خدمات، ولا فيها أي حاجة، ولا فيها حتى نقطة، ولا فيها حتى اسم، ولا فيها أي حاجة. الجريمة بتزيد فيها. عضو مجلس الشعب اللي ماسك عندنا هنا مش بيهتم خالص بمنطقة عبد القادر. بمنطقة عبد القادر دي مش بيهتم بيها. طيب حضرتك انت عضو مجلس الشعب اللي ماسك عندنا في دايرة العمرية ودايرة عبد القادر، حضرتك يعني انت مش تحسب منطقة عبد القادر دي من ضمنها على الخريطة؟ يعني يا جماعة كان في ملف عندنا كنا بنلفه منه كده على الصحراوي وبندخل. الملف دوت اتقفل. فعملوا ايه بقى لما قفلوا الملف ده؟ خلوا ان انت بدل ما تنزل في عبد القادر لا تروح العمرية، وبعد كده العربية تلف. فطبعا دي يعني مسافة كبيرة على السواقين جدا جدا جدا. يعني مسافة كبيرة على اي سواق ان هو يعني مثلا منطقة عبد القادر دي بتبقى خلاص هو هيلف كده هو قبل العمرية بكتير. خلوا بقى ايه لما حصلت الحوادث وحصلت مشاكل قالوا لك لا يلف من قبل العمرية. طب دي هتنفع؟ ده مش هينفع. تاني حاجة منطقة عبد القادر دي منطقة كلها يعني فيها مشاكل كتير وفيها حاجات كتير وفيها وجع قلب كتير، ما فيهاش اسم. يعني كل يوم والتاني جريمة، كل يوم والتاني جريمة. فين عضو مجلس الشعب يطلع يتكلم، ولا حتى اي حد يطلع يتكلم يقول اعملوا في المنطقة دي نقطة، بدل ما كل يوم والتاني ناس عمالة بتحصل لها مشاكل وناس بتموت وناس بيحصل حاجات كبيرة. دي تالت حاجة. مفيش مستشفيات. انا لا قدر الله لو ابني تعب يبقى لازمني ساعة او ساعة ونص على ما اروح اقرب مستشفى، او ساعتين كمان على ما اروح اقرب مستشفى، وعلى ما على حتى ما الف حتى على مستشفى تكون مستشفى نظيفة اروح حتى بابني المستشفى. ف يا جماعة يعني نرجو من المسؤولين ان يهتموا بمنطقة عبد القادر. المدارس برضك ما فيهاش اي اهتمام ولا فيها اي حاجة خالص.
المنطقة دي معزولة خالص، معزولة خالص. منطقة عبد القادر مساكن مبارك معزولة خالص عن عن الاماكن، زي ايه، زي الاماكن اللي هي فيها الخدمات وفيها الكلام ده. دي منطقه ما فيهاش اي خدمات، ما فيهاش اي خدمات. لو هم مش عايزين يعملوا الخدمات في المنطقه دي، ومش عايزين ان هم يساعدوا اهل عبد القادر، ولا عايزين يحدوا من موضوع الجريمه ولا نقطه ولا اي حاجه، ممكن ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال يعمل في مشاريع واسكان. انا بقول له منطقه عبد القادر منطقه كبيره جدا، منطقه كبيره جدا، ومنطقه صحراويه كبيره. والله الرئيس ياخدها ويدينا مساكن في اي حته تانية، يدينا في مساكن في اي حته يكون فيها خدمات، يكون فيها خدمات للبني ادم البسيط. احنا مش حيوانات، احنا بني ادمين. لازم لما نتعب نلاقي مستشفى، لازم لما يكون في جناية قتل ولا يكون في اجرام نلاقي نقطة تلحقنا. على ما بيجيلنا اسم العمرية بياخد له وقت قد كده بتكون حصلت فيه الجريمة. طب وبعدين حضراتكم، يعني منطقة عبد القادر دي يعني مركونة كده ليه؟ عايزة اعرف هي مركونة كده ليه. وبنقول للرئيس، يا ريس انت بتحب تعمل مشاريع جديدة. انا بقول لك منطقة عبد القادر مساكن مبارك مساحتها كبيرة جدا، ومنطقة صحراوية كبيرة، وفي كمان جنبنا الامن المركزي، وفي كمان يعني حاجات كتير للامن المركزي وتدريبات. خد انت المنطقه ديت، خد منطقه مساكن مبارك ديت، اعمل المشاريع اللي انت عايزها وطلع اهلها والناس اللي فيها، اديهم مساكن في حته تانية. ولو حتى احنا هنقسط بس نلاقي الخدمات زينا زي اي حد، نلاقي الخدمات زينا زي اي حد، وما يكونش فيه جريمه كمان. منطقه عبد القادر من المناطق اللي هي يعني متنساش مني البشعه جدا، يعني في الجرايم والمشاكل ووجع القلب. كل شويه مشكله، وكل شويه جريمه، كل شويه مشكله، كل شويه جريمه. طب هنجيبه اسم منين عشان يلحقنا؟ اسم العمريه بعيد عننا، اسم العمريه بعيد عننا، اسم العمرية مفيش. طب مستشفى، حد اتعور، حد تعب، حد جراله حاجة، عيل بيموت، مفيش مستشفى. مدارس بردك، المدارس مفيش، مدارس كلها اهمال وكلها يعني انا مش عارفة. لسه في 2020 في عهد السيسي اللي وعدنا وقال لنا ان مصر دي هتبقى احسن دولة، وهتبقى مصر دي دولة متقدمة، ولسه يبقى فيها كم من البلطجة وعدم الخدمات في الأماكن الشعبية. طب ما هو يا ريس أهم حاجة الأماكن الشعبية ديت، هي دي مصر. إن أنت تهتم بالأماكن اللي زي دي، والأماكن اللي هي اللي مش باينة ديت، هي دي مصر، هي دي مصر. مش إن أنت تهتم بمنطقة زي سان ستيفانو، ولا منطقة زي سبورتنج، ولا منطقة عندنا تكون منطقة يبقى فيها مثلا خدمات. احنا عايزينك تهتم بالمنطقة اللي ما فيهاش خدمات للمواطن، اللي ما فيهاش خدمات. ولو حضرتك مش هتقدر تعمل خدمات في منطقة عبد القادر مساكن مبارك، وتعمل نقطة ترحمنا من الجريمة، ومن المشاكل، ومن كل يوم والتاني جنايات، وكل يوم والتاني وجع قلب، خد مساكن عبد القادر. دي منطقة صحراوية كبيرة جدا جدا جدا، خدها اعمل فيها حضرتك المشاريع اللي انت عايزها، وادينا حتى ولو اوضتين وصالة في اي مكان يكون وسط البلد، واحنا نقسط كمان عشان نحمي عيالنا، ونلاقي مستشفى، نلاقي حاجة نحمي عيالنا كمان من البلطجة، ونحمي عيالنا من يعني انتوا مش قادرة اوصف لكم مساكن مبارك دي عاملة ازاي. اللي يعرف مساكن مبارك عبد القادر يعلق لي ويقول مساكن مبارك دي عاملة ازاي. مساكن مبارك دي صعبة جدا 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 جدا، ومهملة جدا جدا جدا، يعني ومش عارفه اقول لك ايه. واسم العمريه لوحده، اسم العمريه لوحده على ما يجي ما يصدهاش، يعني ما يصدش المشاكل اللي بتحصل فيها والجرائم اللي بتحصل فيها. احنا شبه بالظبط البطنيه زمان، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. احنا عايزين نعيش وناخد اقل حقوقنا. والله يا ريس عايزنا نعيش في منطقه عبد القادر مساكن مبارك، احنا تحت امرك. زي ما حضرتك هتقول احنا هنعمل، يبقى حضرتك توفر لنا نقطه بحيث ان اي جريمه تحصل على طول الناس تجري على النقطه تيجي تلحقنا.
ماشي، بحيث كمان ان انت توفر لنا حتى لو مركز كدهوت صغير، مركز للرعايه، لو اطفالنا تعبت او حد جاله نزله معويه حاده ما بنلحقوش بيسهل على ما يروحوا الملكه نازله، بناخدوا لنا ساعه ونص على ما ننزلوا البلد. ماشي. توفر لنا بردك مدارس للتعليم. احنا عندنا بردك عيال عايزه تتعلم، وعيال عايزه تفهم يعني ايه مصر وتفهم تاريخ مصر. ما ينفعش ما يكونش في مدارس على مستوى كويس ان ولادنا تتعلم فيها. احنا عايزين نعلم ولادنا عشان بردك ولادنا دول اللي في يوم من الايام هم اللي هيطلع منهم العالم، وهيطلع منهم الدكتور، وهيطلع منهم المهندس، وهيطلع منهم يعني هيطلع منهم كل المجالات. فمتشكرة جدا من حضراتكم، ومبسوطة جدا ان انتوا بتسمعوني. ولو سمحتم انا عاملة قناة على اليوتيوب اسمها هبة علي صوت الغلابة، ممكن تخشوا تعملوا لي اشتراك فيها، ومتشكرة جدا من حضراتكم.